أمن يجيب المضطر إذا دعا. شوف كيف إبليس ضحك علينا في القضية. صابر ثم كرمه الله عز وجل ببلاء يجعله مضطر، يعني استوفى فيه 50% من وسائل الفرج. طلب الله سبحانه أمرين فقط: مضطر، وبدأ يثبت الشكوى لله. الآن المريض مضطر صح، والفقير مضطر، ثم يأتي الشيطان لأنه يعلم أن الله ما طلب منك إلا أمرين، وإذا استوفيت الأمرين هذه بيعطيك رب العالمين. بيعطيك إيش؟ قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ما قال ويشفي المرض، ولا قال يغني الفقير، لا، ويكشف السوء زي ما كشفها لموسى عليه السلام، ويجعلكم خلفاء الأرض. عشان كذا الحين تلقى المرضى في المستشفى يروحون، يروح يدور له واحد يقرأ عليه، صح؟ والمهموم يدور له واحد يدعي له. طيب الله طلب منك؟ لا، الله طلب منك شرطين كلها فيك، ليش تروح؟ فقال إبليس: ما دامك مضطر غصب علي ما بخليك تدعو، أبخليك تجيب واحد يدعو ما هو مضطر. فصار عندنا مضطر ما يدعو يدور غيره، وعندنا واحد يدعو ما هو مضطر. وتأجلت مواضيعنا كلها، وتأجل كشف السوء عنا. تلقى حتى والله يا جماعة وهو يقرأ على مريضة وهو بالها الحين رد الشيخ ولا ما رد الشيخ اللي بيقرأ، لقيتوا أحد ولا ما لقيتوا أحد. الله ما طلب منك. قال: أما يجيب المضطر، ما قال إذا جاب أحد. يبغاك أنت يا أبو قلب محروق، يبغاك أنت اللي ما تنوم من الهم، يبغاك أنت اللي راكب سيارتك وتفكر في قضاياك، يبغاك أنت تروح توقف في ساعة من الليل ونهار ثم تسجد مع يدك ترفع وتقول يا رب. حبيبي قل يا رب عندي وعندي وعندي، لا تقولها لأحد.